ايه يا اولاد بتتخانقوا ليه؟ صوتكم جاي لاخر الشارع. ايه يا محاسن؟ رجعت تاكلي اللحمه تاني؟ شكري. شفت يا بابا؟ بدله جديده بقى، عندي بدله جديده. ايه ده؟ انت بعت التلفزيون يالا؟ تلفزيون ايه يا بابا؟ ده سوسن اشترت لكل واحد فينا حاجه جديده. والله؟ ايه وانا جبت لي ايه يا سوسن؟ الكرافته الشيك دي؟ ايه؟ كرافته؟ تجيب لاخوكي بدله وانا كرافته؟ وانا جابت لي بالطو كده يا سوسن؟ ما كانش العشم. سيبك من العشم دلوقتي، تعالى شوف خيبة ابنك. راح باع كتب الثانويه اللي بتاع الربابيكيا. ايه؟ بعتهم بكام يا هلا؟ ها؟ ب3 جنيه ونص. طيب ايدك هات. اهو. هو ايه اللي ايدك هات؟ بقول لك باع كتب الثانويه اللي بتاع الربابيكيا، يعني مش هيذاكر. طب ما انا عارف. عارف؟ يعني ايه عارف؟ يا محاسن ربنا عرفوه بالعقل. ابنك مش هياخد الثانويه العامه حتى لو وزعوها مجانا. عشان كده انا شفت له شغلانه في شركه من شركات زهران بيه، ونرتاح بقى من وجع الدماغ ده. احسن حاجه يا بابا. ها وانت يا سوسن يا حبيبتي عملتي ايه؟ قدمت استقالتي طبعا. يا لهوي، قدمت استقالتك ازاي؟ ايه يا ماما، معقوله خطيبه بسيوني فرحات تبقى مدرسه العاب؟ يا سلام، اكل العز ده حلو يا ولاد، يخش في النافوخ على طول. يا نفسي اشوفك يا حضرة الناظر وانت بتقرا الاستقالة بتاعتي. لا وايه احلى جملة، وذلك للتفرغ للعمل كسكرتير خاص لدى زهران بيع ليش. دي هيطب فيها ساكت. مساء الخير يا كمال. مساء النور يا بسيوني. ايه مالك؟ اصلي قدمت استقالتي وقبلت. الف مبروك يا بسيوني. يا دي النيله، حتى انت كمان يا كمال؟ لا، ما هو انا عندي تعليمات. تعليمات؟ زهران بيه ليش مديني تعليمات انك ما تزعلش ابدا، حتى ولو اضطريت اني اعمل لك اراجوز. انا خايف يا كمال، خايف اكون دخلت سكه غلط. سكه غلط؟ ده انت دخلت هاي واي. زهران هاي واي، من هنا للبنك المركزي عدل من غير اشاره مرور واحده. طيب جهز نفسك بقى عشان بكره الصبح هنروح انا وانت في فيلا زهران بيه. بكره؟ بكره؟ امال بكره يعني امبارح. طب الحق بقى لم هدومنا. تعال انا عندي تعليمات. تعليمات؟ اشمعنى انتوا؟ زهران بيه مديني تعليمات ان ما ناخدش حاجه من هنا خالص. برضه احسن، بس هدومنا. هدومنا ده انت عايز تفهمني ان انت عندك هدوم؟ ده كل اللي حيلتك بنطلون واحد. خلاص جهز نفسك بقى على مد خبر للجماعه. وكل حقت انا كمان وكملت استقالتي. استقالة ايه؟ ما انا هسيب المدرسه. الله، وانت مستعجل كده ليه؟ ما تستنى شويه، مش جايز المشروع ما يكملش يتلغي؟ يتلغي؟ ده مشروع مضمون، حياه زهران بيه بحالها. ايه في ايه؟ ابدا يا فندم، بامن السلم. طب وعشان تامن السلم تقوم تتنطط قدامي كده؟ تعليمات يا فندم. تعليمات ده ايه؟ الله، طب من فضلك المره الجايه وانت بتامن السلم تبقى تخليك بشويش شويه. حاضر. ميرسي. زهران بيه نازل حالا يا فندم. ميرسي.
اهلا اهلا. صباح الخير يا انسه هناء. ميرسي. صباح الخير. اتفضلي ارتاحي. ميرسي. ظهر ان انا جيت بدري شويه. لا 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 لا، ده بسيوني هو اللي اتاخر. عالم بقى شارد الذهن. معذور يا فندم، عقله مشغول بمسائل معقده، فيري معقده، بتاخد كل طاقته الذهنيه والعقليه. انسه هناء، احنا اتقابلنا قبل كده؟ نيفر اطلاقا. اتقابلنا؟ لا لا ما افتكرش. اصل الوش ده مش غريب عليا، الوش السمح ده مش ممكن يتنسي. ميرسي. لا لا لا، دي مش مجاملة. برضو ميرسي. لا ميرسي خالص. لا بسيوني اتأخر بقى خالص. بسيوني. مساء الخير يا سوسن. اتفضل يا بسيوني. هو عمي هنا ولا في القهوة؟ لا هنا. هنا في الصالة ولا في المطبخ؟ لا في اوضه النوم. جنب الشباك ولا جنب التسريحة؟ تحب اساله؟ لا خليه مستريح. المهم ان انت وحشتيني الكام ساعة دي. وانت كمان يا بسيوني، بس انا كنت عايزه اقول لك حاجه وخايفه تزعل مني. هو معقول انا ازعل منك يا سوسن؟ انا صرفت الفلوس اللي انت اديتها لي كلهم؟ على اخر مليم. انت زعلت؟ لا، ودي حاجة تزعل؟ المفروض ما تزعلش، انا بحافظ على مظهرك قدام الناس بشويه هدوم جديده. ومين قالك ان انا زعلان؟ اسمع يا بسيوني، اما اقول لك هتبتديها ببخل. انا متعوده على المصاريف طول عمري، بابا وماما معوديني على كده، ولا عشان بحبك. الكلمة دي عندي اهم من فلوس الدنيا كلها. يعني مش زعلان؟ لا ابدا. ها قول لي، زهران بيه هيديلك فلوس تاني امتى؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ اطلب فلوس على طول. حاضر. عملت ايه في الشغل؟ قدمت استقالتي والمدير قبلها. والناظر كمان قبلها. والناظر يقبل استقالتي ليه؟ استقالتي انا. ما هو النهارده يوم الاستقالة العالمي. تتريق عليا يا بسيوني؟ عاوز الناس تقول خطيبة بسيوني فرحات مدرسة ثاني مد. طيب معلش خلاص، ولو ان يعني استقالتك ملهاش لازمة، لان دي وظيفتك، دورك الاجتماعي في الحياة الاجتماعية. دوري الاجتماعي في الحياة الاجتماعية؟ قول بقى ان انت طمعان في مرتبي. انا؟ ايوه هي دي الحقيقة، داخل على طمع. انا يا سوسن؟ ايه يا ولاد؟ ايه في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ تعالي اسمعي يا ماما، بسيوني عايزني اشتغل واديله مرتبي كل اول شهر. انا قلت كده يا سوسن؟ لا يا حبيبي، مش من اولها كده. ارخي الحبل. انا ما قلتش كده صدقيني يا طنط. خلاص يا بسيوني، اللي انت عايزه انت تؤمر. انا هرجع الشغل وينهد حيلي عشان 54 جنيه. امرك يا بسيوني. خلاص انت حرة، اتصرفي زي ما انت عايزة. انا كل اللي عايزه انك توفري لي الهدوء والجو الهادي اللي يخليني اقدر اكمل البحث بتاعي. طبعا يا حبيبي طبعا. هي الست مننا وراها ايه غير راحة جوزها؟ يا سي شكري، سي شكري، تعالى سلم على جوز بنتك. ما تسيبيني استريح جنب التسريح. تسريحة؟ تسريحة ايه؟ اهلا 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 بالغالي ابن الغالي. أهلا بك. وحشني والله. انت اكتر يا عمي والله. هتروح الفيلا بكره ان شاء الله. طيب امسك، لبس خطيبتك الدبله. بابا دول هديه مني. طب وليه تكلف نفسك المصاريف دي بس؟ يلا بقى خلونا نفرح ان شاء الله بقى كتب الكتاب ونعلي الجواب الاسبوع الجاي. هو انا لازم اكتب جواب؟ جواب ايه يا ابني؟ يعني نعلن الزواج السعيد على الملأ. يلا 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 يا ابني لبسها. ولا استنى لما ننده لخيري. خيري يا خيري، ولد يا خيري. ايوه يا بابا. تعالى اختك هتلبس الدبلة دلوقتي. طب فين الجاتوه؟ ولد يلا يا ابني. انا بقول كفاية دبلة واحدة. حاسن. مبروك يا سوسن.
الله يبارك فيك يا بسيوني. ادخل. ده جواب عشانك يا دكتور سعيد، اتفضل. شكرا يا عم رشيد. قوي قوي. إيه؟ وبناء على ذلك نخبركم بأننا لم نعد نهتم ببحثكم. شيء محير فعلا. هو ايه اللي محير يا دكتور؟ شركة عالمية مثل هذه ولها فروعها في كل مكان تظل تراسلني فترة طويلة في موضوع واحد ومحدد اللي هو ذبابة الصحراء. بعدين فجأة ارسلوا لي قالوا انه احنا ما عاد نهتم بالموضوع. موقف غريب فعلا يا دكتور سعيد. انا عندي احساس ان الموضوع ده فيه زنبة علمية. زنبة علمية؟ وش يعني؟ ده اصطلاح علمي جديد ما تشغلش بالك بيه. احساسي كمان بيقول لي ان في عالم زميلك بيشتغل في نفس المشروع بعلهم ارخص منك. يا دكتور شلبي ايش بعلهم ارخص؟ انا اقول لك ما عرضت عليهم انهم يشتروا بحثي، هم اللي طلبوا مني اني اوافيهم بنتائجي اول باول، هذه كل القصة. انت مش معاك عنوان الشركة دي؟ معي. طب ما تسافر لهم وتشوف ايه الحكاية. فعلا انا لازم اسافر، لكن ماني مسافر لهم، انا مسافر افريقيا. الله 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 الله، يعني مش هترد عليهم؟ في الواقع انا رديت عليهم بس بطريقة اخرى، قلت لهم اذا كان تصرفكم هذا عدم اهتمام فيني انا بالاساس مش مهتم فيكم. برافو عليك برافو عليك، كده تبقوا خالصين واحدة بواحدة. بس اسمع، اوعى تكون نسيت تقول لهم ان البحث بتاعك تم في معملي، معمل الدكتور شلبي. قلت لهم ان البحث في معمل الدكتور شلبي، حتى ارسلت لهم صورتك بعد. ولد فرحات رجليه خدت على الفيلا دي ولا ايه؟ اصحى فوق يا همام، اصحى فوق وما تربس دماغك عاد، لازم أن تعرف ايه الحكايه. ولا يهمك يا استاذ بسيوني، انا مش عايزك تشغل بالك باي حاجه، علشان كده انا طلبت منك تيجي الفيلا هنا وتقيم معايا. انا اللي اصحيك وانا اللي انيمك. وانا يا زهران بيه. انت ايه؟ يعني بصفتي سكرتيره الشخصي. هبقى ادي لك التعليمات. والمرتب كام يا فندم؟ كمال عيب. سيبه يا استاذ بسيوني، ده انسان عملي وانا احب النوع ده جدا. انا مش نوع يا زهران بيه. امال انت ايه؟ انا نموذج عام. نموذج عام. عظيم. يظهر ان احنا هنعرف نتفاهم مع بعض كويس. زهران بيه، مش نشوف المعمل بقى؟ ثانية واحدة من فضلك. استاذ كمال، لو قلنا 500 جنيه في الشهر موافق؟ اوكي يا باشا. عظيم. تقدر تباشر عملك من مكتبي هنا، انا عايز كل شيء في منتهى الدقة. وهتعرف يا بيه ان انا استحق علاوة. دمك خفيف. يا زهران بيه، نشوف المعمل بقى. حضرتك مستعجلة على ايه؟ المفروض والطبيعي والنورمال اللي حضرتك تبقى مستعجل. عندك حق. ثانية واحدة. استاذ بسيوني، اقدم لك محفوظ. اهلا وسهلا محفوظ بيه. محفوظ هيبقى الحارس الخاص بتاعك في الفيلا هنا، هيبقى معاه ناس تانيين بس هو مختص بيك انت بس، هيبقى معاك هنا زي ظلك. كل ده ظلي؟ انا عايزك تحس بالامان
علشان تطلع لنا شغل كويس. ما هو في وجود الاخ محفوظ الواحد يشعر بالامان حتى من الزلازل والاعاصير والكوارث الطبيعيه. اتفضلوا. ميرسي. اتفضلوا. ايه رأيكم؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول. شايفه يا انسه هناء؟ شايفه يا بسيوني. المعمل ده نسخة طبق الأصل من معمل دكتور ويليامز. عارفه يا زهران بيه، بتاع الأذن. أذن إيه؟ أذن إيه يا كمال؟ ده أعظم عالم في الفطريات الزراعية. ما كلفنيش كتير، 450,000 بس لحد ما وصل هنا. شايف كمان لون الحيطة يا أستاذ بسيوني؟ أنا اخترت لك لون الحيطة ده عشان تعرف تشتغل في جو شاعري. لا مش مهم الجو يا فندم، مش مهم الجو. المهم الشغل. أنسة هناء، فاكرة لما كنا بنحلم بجهاز الطرد المركزي؟ فاكرة يا بسيوني. اهو قدامك اهو سنترفيوجر فورس والكترونيك كمان. وايه رأيكم في ده؟ موسيقى شاعرية تخليك تشتغل بعيدا عن ارض الواقع. زهران بيه الظاهر فاكرنا جايين نحب هنا. لا يا فندم، احنا هنشتغل في البحث العلمي. البحث العلمي مهنة شاقة تحتاج الى التركيز والعرق والجهد، مش المزيكا. بس انا مصمم انك تشتغل في ظل المزيكا وهتعرف الفرق. يا فندم في ظل المزيكا ماشي، انما في ظل محفوظ ده صعب جدا. لا، ما هو لازم يبقى موجود. بس انا ما اقدرش اشتغل كده. استاذ بسيوني، محفوظ لازم يبقى موجود امان لك، لان ده يبقى امان ليا انا كمان. مفهوم؟ ثم ما تنساش انك انت مهدد بين لحظه والتانيه. ما تقولي له يا انسه هناء. ايوه. طب خلاص خليه محفوظ اهو ماشي مع المزيكا. وهو كذلك. اتفضلوا بقى نشوف اوضه النوم. خليها بعدين يا زهران بيه، خليه يعرف يشتغل. استاذ كمال، انا ما احبش المعارضه اطلاقا. اي كلمه اقولها لازم تتنفذ، ولازم تتعود على الحكايه دي من دلوقتي. مفهوم؟ اتفضلوا. لا انا مش هقدر اتفضل، لاني لازم اجهز شويه محاليل. وهو كذلك. اتفضل يا استاذ بسيوني. انسه هناء، من فضلك حضري لي كاف يد 2 الف 16. وايه كمان؟ بس هو ده وخلاص. حاضر. اتفضلوا. ايه ده؟ انا هنام هنا؟ دي اوضه بسيوني، وانت اوضتك اللي بعدها على طول زيها بالظبط. فيها مرايات؟ فيها مرايات. ايه رايك يا بسيوني؟ كويسه، بس مش واسعه شويه. ما هي لازم الاوضه تبقى واسعه علشان يبقى فيها براحه. ايوه، اوضه واسعه يعني احلام واسعه، اوضه ضيقه يعني كرشه نفس. مظبوط. وهنا شويه هدوم. ايه ده؟ ده كتير يا سعاده البيه. مفيش حاجه تكتر على بسيوني. انا لما اشتريتهم اكني بشتريهم لنفسي. عقلي اللي ماشي على الارض. مش شايف سعادتك ان ده تعبير غريب شويه؟ غريب ليه؟ مش انت عقلي اللي بيفكر في كل مشكله تعترضني؟ صح. اتفضلوا. هنروح فين يا فندم؟ نروح اوضه المكتب بقى عشان في شويه اجراءات. لا 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 لا، انا ماليش دعوه بالاجراءات، الاجراءات دي من اختصاص كمال. وهو كذلك. اتفضل، مش هاخد من وقتك كتير. طيب اتفضل. اتفضلوا.
اروح اوضتي انا بقى، اروح اوضتي. يا ليل الصبر يا مسهر دموع العين. انا يا دكتور، يا دكتور صباح الخير. صباح الفل. ده الخواجه الاجنبي لسه ماشي مستنيك، قاعد يجي ساعتين هنا. الخواجه حق الشركه الاجنبيه؟ هو غريبه، هذا ما عمري جيت وتقابلت معها. مسوي مثل الرجل الخفي. على كل حال هو راجع تاني، ده نسي الولاعه بتاعته. الليمون يا فندم. ليه انا؟ ايوه، بس انا ما طلبتش ليمون. دي التعليمات يا فندم. الدكتور بتاعي قال لازم تشرب ليمون كل 2.5 ساعة. دكتور مين؟ الدكتور اللي بيعالجني. طب وانا مالي، انا بيعالجك انت، انا اشرب ليه؟ وانا وانت ايه؟ الدكتور بتاعي عايزك دايما تبقى اعصابك هاديه عشان تعرف تشتغل. يعني هو عايز يعالجني عشان بعد كده اعالجك. دمك خفيف، عالم ودمك خفيف. لا بلاش ميه. ليه؟ ده انا عطشان خالص يا زهران بيه. هنا تعليماته كده. تعليمات ايه؟ اتفضل. طب يا ترى مسموح لي اكل سمك وبيض؟ مش بقول لك دمك خفيف؟ امال فين كمال؟ كمال. ايوه يا فندم، ايوه. ايه يا كمال؟ كنت فين؟ كنت فوق بقيس الهدوم الجديده. هو حضرتك اشتريت لنا محل ايه؟ محل ايه انت كمان؟ انا ناقصك الليمون ما فيهوش سكر. زهران بيه احنا هنقعد نضيع الوقت طول النهار في الكلام. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا استاذ بسيوني. امضي. امضي ايه يا فندم؟ ده عقد. عقد؟ وسعادتك هتأجر لي المعمل؟ معمل ايه يا بسيوني؟ معمل ايه؟ ده عقد بالمادة، بالمشروع. مشروع ايه؟ مشروع الفليفوس. عقد يلزمك باكتشاف المادة اللازمة لعلاجي وحقك في المقابل المادي. جميل. هو في عقود بالشكل ده؟ كل تصرفات الانسان لازم تخضع لعقود. مظبوط يا فندم، مظبوط. امال نضمن ازاي ان محدش يخل بالتزاماته؟ كلام البيه صح. امضي يا بسيوني. نمضي. وده دفتر شيكات. شيكات؟ انا حطيت لحسابك 1,000,000 جنيه في البنك. 1,000,000 جنيه؟ مبروك يا بسيوني، الف مبروك يا بسيوني. بس لو سمحت لما تيجي تسحب اي مبلغ لازم امضي انا جنب امضتك عشان كل المسائل تبقى تحت السيطرة. مفهوم، مفهوم يا زهران بيه. امضي يا بسيوني. خلاص. ما انا اصل المسائل الاداريه والماليه دي انا مش بفهم فيها اصلي. لا بقى، سيب المسائل الاداريه دي عليا انا، مش انا سكرتيرك. ماشي، على اذنكم اروح المعمل. اتفضل انت، انا هقعد مع الاستاذ كمال عشان التعليمات. انتوا حرين في التعليمات بتاعتكم، انا في المعمل. والعقد بتاعنا يا زهران بيه؟ العقد بتاعك انت اهو. مش ممكن اللي بيحصل ده. مالك يا بسيوني؟ ده انا هتخنق. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ مش معقول، هتخنق بقولك. زهران بيه بيعملني زي ما اكون طفل. قال لازم اشرب ليمون كل 2.5 ساعة. ايه ده حتى لون الحيطان هو اللي اختاره. بسيوني، احنا اتفقنا على ايه؟ الاشياء الصغيرة دي اشياء تافهة، صغائر ما توقفناش عن البحث بتاعنا. احنا عندنا معمل عظيم مبهر ممكن نحقق من خلاله كل الانجازات العلمية اللي كنا بنحلم بيها يا بسيوني. على رأيك هذا هو المكسب الحقيقي. جهزتي العينة؟
تحت المجهر. لا مؤاخذة يا جماعة. ايه زهران بيه فيه؟ ايه ازعجتكم؟ ما ليمون. لا 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 مش عايز ليمون، مش عايز ليمون. ما حسناش بحضرتك لما دخلت اطلاقا. انا اسف، اصل كان في حاجة مهمة نسيت اقول لك عليها بخصوص العقد يا بسيوني. خير يا فندم؟ بخصوص جوازك. جوازي؟ في بند في العقد بينص انك ما تتجوزش الا لما تسلمني المادة. ايه ده؟ كلام ايه ده؟ جواز مسؤولية ومشاكل، وانا عايزك تبقى متفرغ تفرغ كامل للمشروع. خلاص يا بسيوني، مادام دي رغبة زهران بيه. بس يا فندم لو سمحت نأجل الكلام ده بعد الشغل. وهو كذلك. اشوفك بعدين يا بسيوني، عن اذنكم. على فكرة في بند في العقد بينص انكم تشتغلوا على الاقل 15 ساعة. عن اذنكم. ايه ده؟ نص شغل 15 ساعة؟ بسيوني تشرب ليمون؟ بسيوني ما تتجوزش. بسيوني وحتى محفوظ ده هعمل فيه ايه محفوظ ده؟ طيب بسيوني احنا قلنا ايه؟ المكسب الحقيقي هو ايه؟ المعمل على رأيك. بقى الحكاية كده نويت تقعد في الفيلا دي على طول يا ولد فرحات؟ هتتصرف كيف يا همام وهتعمل ايه؟ طيب يا بسيوني برضه وراك ان شاء الله حتى تروح استنكرية. بسيوني ايه مالك يا بسيوني؟ نمت اكيد تعبان. معلش يا صاحبي، لازم الفرد يضحي لصالح المجموع. بس كده يا استاذ شكري، من عناية الاتنين. غالي والطلب رخيص. متشكرين قوي يا زهران بيه. متشكرين قوي يا سعاده البيه. اصلا انا بيه زهقت من المذاكره. تخيل حضرتك بقالي 18 سنه بذاكر ومفيش فايده، فقلت بقى اشتغل. وعايز تشتغل ايه يا سيد خيري؟ انا بيه ممكن اشتغل مدير. ولد سيبه يا استاذ شكري، خليه يختار. انا اعرف ان معاك الاعداديه. صح يا بيه، و8 سنين ثانوي. ايوه بس ال8 سنين ثانوي دول يعني ما لهمش. على اي حال انت ممكن تشتغل مسؤول امن في المصنع بتاعي اللي في شبرا. ايه رايك؟ جميل قوي يا سعاده البيه. ده انت حضرتك كده حليت اشكال كبير قوي كان هيعطل بسيوني بيه عن شغله. خيري ازاي؟ مش فاهم. انا افهم سعادتك. ما انا بيه بقى لما اكون قاعد في البيت هنكد عليهم، وده ينعكس على سوسن وبرضه ينعكس على بسيوني وهكذا يا بيه. مفهوم. ما هو انا اخو العروسه. بعدين معاك يا ولد. اعترف نفسك، قلت لك اخرس. استاذ شكري، بالنسبه ليك اعتبر ان الدرجه في جيبك. ربنا يعلي درجاتك ويخليك لينا يا سعاده البيه. انا كل اللي يهمني ان بسيوني والاسره اللي هيرتبط بيها
ما يكونش عندهم اي مشاكل من اي نوع. عين العقل، عين العقل يا زهران بيه. بس انا عايز انبهكم لحاجه مهمه جدا، وهي ان العقد اللي بيني وبين بسيوني بينص على ان مفيش جواز غير بعد ما يسلمني المشروع. يعني ايه يا فندم؟ خلاص 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 يا سوسن. الله، هو يعني بسيوني هيروح فين؟ هيطير؟ كلام البيه اوامر. بس يعني بعد اذن سيادتك يا فندم، الغساله التوماتيك اللي حجزها مامة سوسن من مصانع سيادتك. غساله بس؟ غساله وتلاجة وفيديو، انا تحت امرها، دي حماد بسيوني. طب من فضلك ممكن اشوفه؟ قوي قوي. استاذ كمال وصل لانسه عند المعمل بسيوني. سعادة البيه، بالنسبة للفيديو يعني، ايوه، يا ريت يكون 5 سيستم. 5 سيستم؟ حاضر. اديني يد 2 كب الف 4. مركز؟ ايوه. ايه ده يا انسه؟ ده المركز. سوسن؟ الله الله، هو ده الشغل يا استاذ بسيوني؟ في ايه يا سوسن؟ تسالني في ايه؟ وانت يا هانم، انت في معمل ولا في سوسن؟ فوقي لا فواقك. لا 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 لا، ما ينفعش كده خالص ارجوكي. انا عارفه الحركات دي وكشفها كويس قوي. حصل خير يا انسه سوسن؟ واقفه جنبه وتقول لي خير؟ كفايه يا سوسن. ايه ده؟ الصوت ده جاي من المعمل. يا رب استر يا رب. مش ممكن، لا مش ممكن، لا لا يا انسه، لا انا لا اسمح لك. تسمحي لي؟ هو انا مستنياكي لما تسمحي لي؟ مش كده يا سوسن. مش كده؟ بقى ده الشغل يا استاذ؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا نسا؟ الاستاذه لازقه جنب الاستاذ وبتسبل له عينيها. لا، هسبل له ازاي من تحت النضاره؟ مش دي القضيه، من فضلك يا سوسن كفايه كده. من فضلك يا انسه، اتفضلي معايا على المكتب. لا، مش قبل ما اخلص معاك. اتفضلي معايا. تعالي يا سوسن، تعالي يا بنتي. بتزعلي؟ طيب كمل شغلك يا استاذ بسيوني من فضلك. سوسن، اسف. انا اسف جدا. اصلي سوسن عصبيه جدا يعني. حصل خير، مفيش اي حاجه، على الشغل. ليه بس يا سوسن؟ ده كلام فارغ يا انسه. اللي عملتيه ده ممكن يعكر دم بسيوني، ولما دم بسيوني يتعكر مش هيعرف يفكر، ولما بسيوني ما يعرفش يفكر هيروح يوم بحاله، واليوم ده يبقى يوم من عمري انا. مفهوم؟ او اعملوا حسابكم، اللي هيعكر دم بسيوني انا بنفسي اللي هقفله. مش خطيبي يا زهران بيه ولازم اخاف عليه. خلاص يا انسه، خلاص، انا مسيطر على الموقف وكل حاجه تحت السيطره، مراقب كل حاجه بنفسي. خلاص يا سوسن، خلاص، البيه بنفسه مراقب كل حاجه بنفسه وكل شيء تحت السيطره. لا مش كويس، انت لازم تفتحي عينيك الهناء دي ممكن تخطفوا منك في غمضة عين. يا محاسن، زهران بيه عاوز. انا عارفه زهران بيه عاوز ايه. زهران بيه عاوز الدواء، واحنا عاوزين بسيون. يبقى تعملي ايه؟ تعمل ايه يا ماما؟ اسكت انت يا واد، اتحركي يا سوسن، بس من تحت لتحت، من غير زهران بيه ما ياخد باله. لازم تطفشيها، فاهمه؟ فاهمه يا ماما. ياه، انا تعبت قوي النهارده. تحب نكمل بكره؟ انا مش عايزك يا هناء تزعلي من سوسن، انت عارفه كويس قوي انها متدلعه. فاهمه يا بسيوني. وبتحبني للاسف. قصدي مش بتحبك بس، لا دي بتغير عليك جدا. طيب، يعني انت مش زعلانه؟ بالعكس، انا فرحانه جدا جدا. فرحانه جدا عشان هي اتخانقت معاكي؟ لا،
عشان حلينا معادلة 2 اف دي على او اس 8. 2 اف دي على او اس 8. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه يا هناء، انا كنت خايف المعادله دي تكون عثره في طريق البحث. بالعكس، انا عمري ما خفت من اي معادله طول ما انا جنبك يا بسيوني. يا سلام. على فكره يا هناء، انت دايما بترفعي من روحي المعنويه. ابدا، نيفر اطلاقا. عمري ما عملت كده. انت فعلا تجنن، ما حصلتش. الله يخليكي. طيب يلا بقى تصبح على خير، بس ما تتاخريش الصبح عشان انت عارفه نصوص العقد. قصدك التعليمات؟ ايوه. انا دلوقتي لما ضحكتي اتاكدت انك ما انت زعلانه. تصبح على خير يا بسيوني. وانت من اهله. يا سلام. مع السلامه يا هلا. مع السلامه. مش ممكن. طيبه قوي هناء دي فعلا. في حرب خفية هتحصل بين سوسن وهناء. لو اثار الحرب دي وصلت لبسيوني هتبقى انت المسؤول قدامي. اطمن يا سعادة البيه، كل شيء هيكون تحت السيطرة. بسيوني بيحب سوسن جدا يا فندم، وفي نفس الوقت ما يقدرش يستغنى عن هناء. جدا يا فندم. اتصرف في ضوء المعلومة دي. حاضر يا سعادة البيه، انا هروح اشوف بسيوني بنفسي. اتفضل. شطبت يا بسيوني؟ شطبت ايه؟ ايه اللي شطبت؟ هو انا فاتح ورشه؟ ايوه يا سيدي شطبت. طب اسمع، انا عينت الراجل ده سفراجي مخصوص ليك يشوف طلباتك وبس. شماشرجي يعني؟ تقريبا. تعالى يا شعلان. مساء الخير يا سعادة البيه. مساء الخير. ولد غلبان قوي. ما هو باين عليه. وطيب. الله يحفظك يا بيه، مش شاكرين. جاني امبارح وترجاني وطلب مني انه ياكل لقمة عيش، علشان كده انا عينته شماشرجي مخصوص ليك. انت منين يا اخي شعلان؟ ايه؟ انا من تحت. بلدكوا اسمها تحت؟ من بعيد هناك، من تحت اسوان يعني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بيه. انت تحت امرك يعني، عند تعليمات وكل شيء تحت السيطرة. هو ماله بيشخط كده ليه؟ راجل جد. بقول لك ايه يا كمال، هو زهران بيه في مكتبه دلوقتي؟ ايوه. اصل انا عايز اكلمه بخصوص الجدع ده. شعلان؟ لا شعلان مين؟ انا عايز اكلمه بخصوص الاخ محفوظ. الاخ محفوظ مبحلق فيا ليل نهار وما بيشيلش عينه من عليا. انا خلاص يا كمال حاسس ان انا خلاص بقيت تلفزيون وهو بيتفرج عليا. يا بسيوني اسمع، الراجل ده واقف علشان يحرسك، حياتك غالية جدا وما نقدرش نسيب اي حاجة للظروف. ايوه بس انا تعبان يا كمال. مش مهم يا بسيوني. قصدي يعني حياتك اهم. انت ناس ان همام ممكن يعمل لك اي حاجة. مش لازم نسيب اي حاجة للظروف، وكل شيء لازم يبقى تحت السيطرة. ايوه بس هيوصل لي ازاي؟ ده الفيلا مليانة حرس. برضه في احتمال ان همام ممكن يوصل لك. الاعمار بيد الله. والله يا بسيوني بقى دي التعليمات. زهران بيه مصمم ان الراجل ده يفضل جنبك. ايوه بس انا ما اقدرش اشتغل كده، ما اقدرش اشتغل. شايف مبحلق فيا كده ازاي؟ ده مبحلق فيا على طول. لا ده انا محلم بيه. انا ماليش دعوه يا عم، انا ما اقدرش اناقش زهران بيه في التعليمات. طيب انا هروح اكلمه بنفسي. تعال معايا. لا معلش، انا اصلي معزوم على العشاء بره النهارده. ايوه يا سيدي، كل ليله سهر وانا مرزوع بين 4 حيطان. ما هو يا بسيوني عارف هتقول لي لازم الفرد يضحي في سبيل المجموع، والفرد ده لازم يكون انا. ما هو جه دورك. طيب عن اذنكم اروح انا اكلم زهران بيه. ما بلاش يا بسيوني. لا بلاش ده ايه، انا مصمم. عن اذنكم. الله. وهمام؟ عمر يا بيه. انت اسمك همام؟ ايه؟ لا شعلان يا بيه. طيب خلاص اسكت. يا صلاح يا صالح، انا مالي؟ انت جاي تحكي لي تاريخ حياتك؟ يا زهران بيه انا ليه بتتكلم؟ ما يتخرب يا اخي، انا مالي؟ مالك ازاي؟ مش انت السبب؟ وافرض ان انا السبب، يبقى لازم تشوفه بقى. انا ما حدش يقول لي لازم.
هي كانت كلمه شرف يا زهران بيه ولا؟ صلاح احفظ ادبك وانت بتكلمني. لا ازاي هيضربوا بعض؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ عارف. بكلم زهران بيه الرجل الحقيقي اللي بتزعج من قلبه الرحمه، اللي كان كل همه في الحياه انه يحطم اي واحد يفكر انه نفسه. ولما انت عارف كده ايه اللي جابك دلوقتي؟ اسم زهران بيه. لا ما بديهاش بقى، معلش. لا مؤاخذة زهران بيه، ممكن دقيقة واحدة من فضلك. استريح يا بسيوني، هفضلك حالا. خلاص يا صلاح بيه. لسه يا زهران بيه. انا اللي عندي قلته، ما عنديش كلام تاني. يعني توعدني انك تدخل شريك معايا وبعد ما ادفع كل اللي قدامي واللي ورايا تقول لي انك غيرت رايك؟ لا معلش بقى في دي، لا بقى شوف انت ما دام اديت وعد تبقى قد كلمتك بقى بصراحه يعني. من فضلك يا بسيوني، انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. لا شوف، اصل ده مش تدخل، ده لا دي كلمه حق بقولها ارضاء لضمير العلمي يعني. بسيوني سيب ضميرك العلمي بعيد عن اللعبه دي. هي لعبه فعلا، لعبه واتلعبت علي. عاوز تخرجني من السوق مش كده؟ عاوز تحطمني زي ما حطمت اغلب التجار حتى اصحابك. انا ما ضربتكش على ايدك. صحيح، انا اللي غلطان اللي صدقتك وثقت في واحد ما عندوش لا ضمير ولا شرف. لا ده انت زودتها خالص. اتفضل اطلع بره. زهران، عشان العيش والملح اللي بينا بلاش ترميني في السجن، بلاش تقفل بيتي. ولادي ومراتي مالهمش ذنب في المنافسه اللي بينا. معلش بقى زهران بيه بقى، ارجوك بقى، الراجل قرب يعيط بقى مش كده. لا انا متاسف جدا يا صلاح بيه، دور على حد غيري، الصفقه دي ما تلزمنيش. امال تلزم مين؟ ما انت منبه على كل التجار ما حدش فيهم يديني قرش ساغ واحد. مش ده كلامك مع التجار؟ انت ايه؟ انت ما بترحمش ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل؟ صلاح، ايه الكلام الفارغ ده؟ اتفضل اطلع بره. حاضر يا زهران بيه، صدقتك وخدعتني. منك لله، منك لله، منك لله. ايوه يا بسيوني، كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. يعني تفتكر يا كمال افندي بان زهران بيه ممكن يدينا شقه تمليك في العماره بتاعته اللي في المهندسين؟ سيب الحكايه دي عليا انا يا استاذ شكري، واعوذ بالله من قولة انا هخلصها بمعرفتي. ما هو مش معقول يا استاذ كمال انه يسيبنا سايب بسيوني ساكنين في الشقه التعبانه دي. مش معقول طبعا يا محاسن هانم. والعربيه بتاعتي يا كمال. وكمال ماله مال العربيه؟ قولي البسيوني. زهران بيه مش عايزني ازعج بسيوني بطلباتي. التعليمات اللي عندي بتقول ان اي حد عاوز اي حاجه من بسيوني يبلغها لي انا. زهران بيه عايز بسيوني في حاله تألق وتفرغ وصفاء ذهني. كده يبقى تفاهم مننا ليك بقى على طول. تحت امرك يا محاسن هانم. هو بسيوني في المعمل دلوقتي؟ لا ده زمانه نام من بدري. نايم بدري كده؟ مسكين بقاله 15 ساعة واقف على رجليه. هو ده بسيوني، شمعة بتحترق من أجل الإنسانية. هو العشاء اتأخر ليه؟ ولا يهمك يا سيدي، العشاء اهو. بونسوار يا جماعة. بونسوار. العشاء وصل. ادخل يا ابني ادخل، اتفضل. حط هناك عندك هنا. اتأخرت ليه يا خايف؟ اوه سوري يا ماما سوري، المرور صعب قوي، الاشارات كتيرة جدا. خد يا ابني خد بقشيش علشانك. 5 جنيه. ايه 5 جنيه؟
مع السلامه. ده ربع مرتب ابوك. يا بابا يا بابا، دادي احنا ناس طول عمرنا لارج، والناس اللارج ما تدفعش اقل من 5 جنيه بقشيش. انا جبت لكم عشاء من افخم مطعم في البلد على حساب بسيوني بفرحات. ايه ده؟ بطاطس مسلوقه وزبادي وبيضه، وكل ده عيش؟ طب هاكل بيه ايه يعني؟ يا عم ده اكل عيانين. وبعدين هو مين ليه نفسي ياكل؟ غريبه زهران بيه ده، الراجل بيموت قدامه وهو واقف يتفرج عليه، عندوش قلب. غريب، عنده فلوس تسد عين الشمس، ومريض بمرض خطير، ومع ذلك واقف بيتفرج على الراجل وهو بيتحطم. سوق يا دنيا. انا اطلع انام احسن. زهران بيه. مساء الخير يا بسيوني. مساء النور. الدكتور رؤوف بس جاي يكشف عليك. يكشف عليا انا؟ بس انا مش عيان. لا ده كشف دوري كده، يقيس النبض والضغط ويشوف ضربات القلب. ايه يعني؟ من باب الصيانة يعني. يعني كويس والله. هو برضه يشوف لو في عطل في المكنة يلحق يصلحه. اتفضل قدامي بيه. اتفضلوا. اتفضل. ريح قلبي يا استاذ كمال. يا محاسن هانم، هناء دي بنت ما فيش خوف منها، دي غلبانه. غلبانه؟ انا ست وافهم نظرتها كويس، نظرتها مش طبيعيه لبسيوني يا كمال. يا سوسن، وجود هناء مهم جدا لبسيوني، دي المساعده بتاعته ومعاه من اول البحث وما يقدرش يغيرها. وانا مالي ومال البحث؟ انا يهمني بسيوني، انا هستنى لما هناء دي تلطشه. وبعدين بقى ما تتكلم يا استاذ شكري. يا سوسن بصراحة زهران بيه مش عايز اي حاجة تضايق بسيوني، وانا بقى كل اللي يهمني زعل زهران بيه. اهو ده الكلام. يعني ايه يا شكري؟ نسيب العقربة دي لما تخطفوا؟ خلاص يا محاسن هانم، هدوا انتوا اللعب وانا هتصرف مع هناء. اما نشوف. ما قلتوليش يا جماعه تحبوا تسهروا فين الليله دي؟ في فيلم جديد اسمه اللي اختشوا ماتوا، احجز لنا فيه 5 كراسي. فرصتك وجت لحد عنديك يا همام. تعرف يا استاذ، انت بتأكد لي ان الانسان اصله قطر. هناء انت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. قولي لي حصل ايه؟ محضر ايه يا كمال؟ محضر ايه واسم ايه يا ابني؟ هي كلمة واحدة، كلمة مفيش غيرها، اعقالي يا محاسن عشان الحنفية تفضل مفتوحة. ما انا هتعلم، يعني عايز الناس تقول خطيبة بسيوني فرحات ما بتعرفش تركب العربية. مش معقول ليه؟ الفلوس عصا زهران عليش السحرية.